عمر خالد خريج أكاديمية أخبار اليوم قسم صحافة، وكان نفسه إنه يشتغل في التلفزيون، كان شغفه الأول. وحابب أقول لك إن لو أنت فاكر إن صلاح أول مصري يتعمل له جدارية في تاريخ المصريين، فعمر خالد سايبه ياكل عيش. والله نرجع لموضوع عمر. لكن عمر ابتدى شغله في جورنال الوفد، بس ما كملش شهر فيه وجاله شغل في راديو اليوم السابع الإلكتروني على النت. يعني الكلام ده برضو كان 2011 زي كده. أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. وكان شغال لحد ما مسؤولين قرروا ان هم يقفلوا الراديو وصرحوا الناس اللي شغاله هناك، بس ما سرحيش كل الناس، في كام واحد سابوه، وكان منهم عمر واللي اشتغل في تلفزيون اليوم السابع، وكان بيشتغل في الاخبار وتحضير التقارير، وكان مسؤول عن تقديم بعض الحلقات فيه. بعد كده قرروا ان هم يوقفوا البرنامج وبرضه مشي. بعد كده راح اشتغل في المصري اليوم، ودي اطول شغل مهني اشتغل فيه عمر. اشتغل هناك 10 سنين، وعمر كل ده مش شغال في المجال الكروي ولا يمت ليه بصله، بل كان عايز يشتغل في الاخبار العالميه. بس عمر كان بيشتغل في الاخبار كلها، وكان بيشتغل في التقارير، وكان بيشتغل فويس اوفر. وبعديها حصل اندماج بين المصري اليوم والقاهره والناس، وعمر كان الفويس اوفر الرسمي للقاهره والناس. قد يصيبك بعض الحزن عندما يخسر فريقك الذي تشجعه مباراة ما، ولكن بماذا يمكن أن تشعر؟ وكان بيقدم معظم التقارير اللي على القناه، وهو شاطر قوي في حته الفويس اوفر دي، بس خليها قدام. بعديها جاله فرصه انه يشتغل في الجول، واللي كان رئيس التحرير بتاعها ساعتها هو المحلل الكروي احمد عز. بس اول ما راح احمد عز بعدها بشهرين مشي. هو قال له طب انت جبتني ليه طالما هتمشي؟ وفعلا هو مرتاحش مع في الشغل هناك، وبعديها ساب الشغل، ما كملش معاهم سنتين، وقرر انه يكمل شغله في الميديا. قصدك انه اشتغل في الميديا مع مروان سري من اول هنا؟ لا يا صاحبي، هو اشتغل مع مروان سري من سنه 2019. بس دي دخله كويسه ندخل منها لشغله في السوشيال ميديا.